كأهل بقى ممكن نعمل ايه علشان نحمي الأطفال من التنمر، عشان نتفادى ان قصة رودينا أسامة دي تتكرر تاني؟ تعالوا نفكر سوا، وأي حد عنده اقتراح تاني يقوله. هقول لكم 4 حاجات. أول حاجة، أكون بعود الطفل إن هو يحكي لي اللي حصل في يومه، وده هيحصل لما أكون أنا مش بنتقده كتير وبتخانق معاه كتير على حاجات تافهة. يعني ما أكونش مثلا بتخانق مع الطفل إن هو ما خلصش السندوتشات بتاعته وأتوقع منه إن هو يحكي لي كل حاجة حصلت في يومه. تاني حاجة، ودي مهمة جدا، لما الطفل بيحس ان اهله بيحبوه ومعجبين بيه، وخلوا بالكم معجبين بيه دي مهمة جدا، بيبقى عنده ثقة كبيرة بنفسه، بيكون من الصعب ان كلام اصحابه يأثر فيه تأثير سلبي. تالت حاجة، افهمه ان الشخص اللي بيتريق على كل الناس ده هو اللي عنده مشكلة، وياريت احاول اتجنبه لحد ما يصلح من نفسه في النقطة دي. رابع واخر حاجة، اعلمه ان احنا ما بناخدش انطباعات عن نفسنا من اي حد. ادام ربنا شايفنا حلوين فاحنا حلوين، ومفيش اي حد هيقدر يغير الحقيقة دي. لو حابين تشوفوا فيديوز زي دي اكتر، ما تنسوش تعملوا فولو.